مشاهدي المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. النهارده من خلال حلقتنا النهارده هيكون معانا فيلم وثائقي بعنوان إلاف. إلاف يعني المألوف، لكن هو بمعنى الونس أو الألفة، لكن الغير مألوفة، الغير متعارف عليها. ممكن دايما احنا عارفين الونس من خلال شخص مثلا، لكن لما يكون الونس والشيء يعني اللي بنحس بيه بالقرب لكن حاجه مش مألوفه، زي مثلا من خلال جماد زي كتاب، او من خلال حيوان زي كلب مثلا، وحاله الألفة اللي بتبقى مع الشخص مع الكلب، او حتى يكون شخص مش موجود فارق الحياه زي المثال اللي عندنا النهارده. 3 نماذج هنعرفهم وهنعرف ازاي ممكن يكون الونس والألفة من خلال جماد وحيوان وايضا انسان يعني مش على قيد الحياه. معنا النهارده صناع الفيلم، معانا النهارده آية سمير. اهلا بيكي آية. اهلا بحضرتك. ومعانا نهى ايمن. اهلا بيكي يا نهى. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. منورين. قولي لي بقى مين اللي صاحب الفكره الاول؟ اوكي. اولا احنا كنا بنعمل سيرش على افكار كتير، وكل مره بنيجي نناقشها في ميتنج يعني مع الدكتور المشرفه بتاعتنا. ففي مره احنا كنا عاملين نناقش افكار كتير، فطلعت واحده صاحبتنا اسمها ياسمين وائل، هي جت في دماغها كده ايه رايكم نعمل عن الالاف؟ طب هو يعني ايه الاف اصلا؟ فقعدت تقول لنا الالاف ده مثلا هو زي الونس بالظبط، بس الفرق ما بين الالاف والونس ان الالاف فيه زياده قرب شويه، ان انا مثلا الحاجه دي ملازمه معايا دايما في كل مكان. بس فابتدت الفكره بقى ان هي تنور عندنا كلنا، اللي هو طب ليه فعلا ما نعملش عن الالاف؟ فابتدينا ان احنا كلنا نعمل سيرش بقى عن المعنى اصلا وندور على المصادر. يعني الاف يبقى القرب لكن اكتر من الونس. طب نطلع كده نشوف فاصل من فيلم الاف ونرجع عشان نستكمل. خليكم معانا. يجيني في العلم ويقول لي زق الشباب يا ابو السيد، زق الشباب يا ابو السيد. يعني طول ما هو موجود بحس بهدوء، زي واحنا صغيرين كده، طول ما مامتك موجوده في المكان فانت حاسه بهدوء. هي الحب بدون مقابل، الوفاء، الاخلاص، لان انا بالنسبه لها بقى يعني انا كل حياتها. الولد هيما الشقي بالنسبه لي اخويا الصغير وابني وحبيبي، وانا اللي ربيته. لما اشتغلت مع الدكتور ابراهيم الفقي شغلني باي فورس معاه غصب عني، قال لي انت اخويا الكبير وانت اللي مربيني. وانا قلت له طب عندك اخوات كتير وعندك قرايب كتير ده وانت، قال لي لا انت اخويا الكبير وانا صاحب رساله، وانت هتبقى نائب صاحب الرساله ومساعد صاحب الرساله زي سيدنا موسى وسيدنا هارون. وقال لي الايه الكريمه اللي كلنا عارفينها: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا هاخد ثواب سيدنا موسى وانت ثواب سيدنا هارون. يا خبر ابيض، ده احنا كلنا ذنوب، مليانين ذنوب. فقلت له يلا بينا. علاقتي بدأت بالكتب من ساعة ما اتولدت، وبدأت أوعى على المجسم ده اللي هو حاجة بنفتحها وبنلاقي فيها كلام كتير وصفحات كتير. وبعدين تطورت العلاقة لعلاقة حب شديد. يعني لما دخلت المدرسة كنت بحب كتب المدرسة جدا، وكنت ببقى سعيدة بيها وببقى مهتمة اني اجلدها وتبقى نظيفة وافضل محافظة عليها نظيفة لحد اخر السنة. بعد كده بقى اكتشفت ان في كتب تانية غير كتب المدرسة، وفيها صور وفيها كلام وفيها معلومات، والناس اللي بتقراها بيبقوا ناس اذكياء. يعني بحسه زي عالم سحري، زي كده الكرتون لما يفتح باب صغير وبعدين يلاقي نفسه دخل في حديقة سرية. فانا الكتاب بالنسبة لي نفس الحاجة، حاجة صغيرة جدا تفتحها تلاقي نفسك في مكان تاني. انا اللي خدتها من مامتها وهي عندها 45 يوم. اول حاجه يعني اول لقمه كلتها من ايدي انا، فانا بالنسبه لها ماما وبابا واخوها اللي بيفسحها، اللي بيخرجها، اللي بياكلها، اللي بيدافع عنها. طبعا احنا بنشارك بعض في كل حاجه. بيلا بتفطر وانا بعمل كوبايه الشاي بتاعتي، بتبقى احلى كوبايه شاي طبعا اللي بشربها مع بيلا ديت. بعد وفاه الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه قالوا لي ان راكبك عفريت ابراهيم الفقي. لا، انا راكبني، قلت لهم انا راكبني ملاك ابراهيم الفقي. فده ابراهيم الفقي العظيم ابن مصر العظيم، مطلع مني بقول دلوقتي زجل بكثره ويوميا ببعته لجميع انحاء العالم. هقول لكم اول زجل طلعه مني الدكتور ابراهيم الفقي: الولد هيما الشقي، الغائب الحاضر، الحاضر الحاضر، عفريت معفرت من يومه والدنيا عايمه على عومه.
لعب الرياضه واتقنها، شغب الخلايق جننها، سافر بره وقلب المره اجنن خلق الله البيض. قالوا له سافرت في ايه وجاي بجسم صحيح لكن في مغامره وعجب. يلا تعالي، تعالي هنا، تعالي. دي بقى حبيبتي، ليها جزء كبير طبعا في حياتي. لازم ان انا افرغ طاقتها، لازم تخرج تلعب تنبسط. الموضوع مش اكل وشرب ولعب بس، لا طبعا في حنيه، في وقت انا وهي لازم بنقعد انا وهي مع بعضينا، تحس ان هي بتتكلم معايا، انا تعبانه انا عايز اخرج، عارفه ان هي بتبقى خارجه، يعني هي بتعرف ان بتلاقيني بلبس. مع فكرة فيلمنا النهارده وهو الونس اللي احنا مش عارفينه او مش متعرف عليه قوي. زي مثلا حبنا للكتاب ازاي ممكن يكون ونيس لينا. النماذج اللي انتوا اخترتوها يا نهى، بس قبل ما تقولي لي عن نماذج نطلع كده الفاصل ونرجع على طول نعرف بقى النماذج. ورجعنا لكم تاني مع فيلمنا النهارده اللي هو بعنوان إيلاف. وفكرة الفيلم فكرة الونس ممكن يكون من خلال جماد، ممكن يكون من خلال حيوان، أو حتى شخص فارق الحياة كلها. لكن ازاي ممكن يكون ده؟ واختيار الشخصيات معانا ضيوف النهارده. نهى قولي لي كده اختيار النماذج اللي انتوا جبتوها لنا النهارده علشان تبينوا فكرة الونس، كان اختيار مين وليه النماذج دي وقع عليها الاختيار؟ طبعا اثناء ما احنا كنا بنعمل ميتنجز كتير ونعمل عصف ذهني اثناء المناقشه يعني مع الدكتور او الجروب، فكان في مصادر كتير جدا جت في ذهننا، الا ان احنا حبينا ان احنا نخلي المصادر بتاعتنا اول حاجه توصلنا ليها هو الاستاذ سيد الفقي اخو الدكتور ابراهيم الفقي. وده بقى الونس بتاعه من خلال كتاباته، من خلال هو كله على بعض. يعني هو رائد التنميه البشريه، وهو طبعا دكتور ابراهيم الفقي هو اصلا مؤثر في طبعا مش في مصر بس، ده على مستوى العالم كله، مستوى العالم حقيقي بالظبط. فهو اخوه الاستاذ سيد الفقي، فهو يعني هو بالنسبه له إيلاف، يعني هو معاه في كل لحظه. احنا لما نزلنا معاه المعاينه لقينا ان احنا في الاول خالص كانت الفيلم بتاعنا بيتكلم عن الونس، ولكن لما نزلنا مع الاستاذ سيد الفقي وشفناه، شفنا مدى ارتباطه بالالاف بتاعه. هو مش مجرد ونس، لا هو الاف يعني الألفة، ملازمه الشيء للشخص بالظبط. هو الألفة، يعني هي الاف جايه من الألفة، ملازمه الشيء للشخص. فاحنا لما دورنا على المعنى اصلا بتاع الاف لقينا ان هو اعمق من ان هو مجرد ونس. فاحنا حبينا ان احنا نخلي اسم الفيلم هو الالاف، ووقع الاختيار على الاستاذ سيد الفقي لان هو بيتونس بذكرى وفاه اخوه تمام الدكتور ابراهيم الفقي. واول بقى المثال يا ايه اللي انتوا جبتوه لنا اللي هو البابليك فيجر اللي هي نضال اللي طبعا محبه للقراءه جدا، وبقت بتقرا الكتب وكمان بتناقش بقى المحبين اللي هي بتقراوا مع الفولورز بتوعها وكده. الفولورز قد ايه بقى ممكن يكون فعلا اللي انتوا وصلتوه لنا الكتاب ممكن يكون ونس لاي حد في اي مكان، وازاي فعلا يبقى الونس ده انتوا حسيتوا بيها ايه؟ يعني ازاي ممكن يبقى كتاب في البدايه انا ما شفتش حد زي نضال قبل كده، يعني بالنسبه لي انا كنت بتابع نضال، بس نضال بالنسبه لي عادي واحده بتقرا الكتاب بتطلع ان هي تلخصه للناس بس فقط لا غير. لا احنا نزلنا قابلنا نضال شخصيه كويسه قوي، بتحب الكتاب بدرجه غريبه، لدرجه ان هي ممكن تاخده معاها اي فرح وهي رايحه وتقراه هناك. فيعني احنا رايحين الفرح علشان نفرح مع بعض، لا هي قالت ان انا ممكن الكتاب يبقى معايا في الشنطه وانا فرح، ونستنى مثلا هي بتوري ازاي الونس، يعني هي كده موريه لنا الونس، هي مش متونسه بالناس اللي في الفرح، هي متونسه بالكتاب بالظبط. فدي حاجه غريبه قوي، مش بتطمن غير وهي معاها الكتاب، خروجه مع اصحابها الكتاب معاها جنبها، هي بتطمن بيه في كل حاجه في حياتها. فمش مجرد ان هي عامله محتوى بس وان هي بتلخص الكتب وبس وبتنقل خبراتها مثلا او التجربه مثلا او ملخص الكتاب للناس، لا دي كمان انا يا جماعه الكتاب ده حاجه، يعني هو الحاجه اللي تقدر تفهمني، حاجه مش هتلومني
بيلومني لو انا غلطت، لا هو بيصحح لي حاجات كتير جدا من غير ما لذيذ يعاتبني. قوي ان هي حتى عبرت لما بكون زعلانه بروح اقرا كتاب. يعني قد ايه ممكن واحد حتى يعبر عن فرحته وعن زعله بالونس بتاعه، يعني ايا كان بقى الجماد ده او كده. يعني حتى اللي بيعزف موسيقى ممكن بيعبر عن فرحته بعزف مقطوعه او مثلا بحاجه حزينه لما يكون حزين. المثل التاني بقى اللي هو مثل بنشوفه في الحياه كتير، اللي هو بيحب الكلاب او الحيوانات، يعني حاله الالفه، ودي طبعا بنعيشها كتير. يعني حاله الالفه ما بين الشخص واليفه اللي هو الكلب. الحاله دي انت شفتيها ازاي؟ والشخصيه اللي انتوا اخترتوها ده ليه اخترتوا الشخصيه دي بالذات؟ احنا استاذ احمد اسامه لما رحنا عملنا معاه المعاينه حسينا مدى الارتباط ما بينه وما بين الكلبه اسمها الكلبه بيلا. هو يعني ما بيحبش كمان ان هو يقول عليها كلبه، هو بيقول ان هي اسمها بيلا فقولوا لها بيلا. فهو يعني خد الكلبه دي وكانت معاه دايما، وكانت بتطلعه من حالات نفسيه هو كان بيتعرض ليها. فلا لقينا ان في مدى ارتباط ويعني تلازم ما بين الاثنين، لان هي بتديله احتواء وحب ممكن ما يلاقوش في اي بني ادم في الحياه. بالظبط كده، لان اصلا الالاف احنا ما حبيناش ان احنا نناقش فكره الالاف بالمعنى المتعارف عليه. لا احنا دايما بنبقى عارفين ان الالاف ده عباره عن ايه، ان هو بتونس مثلا باهلي جيراني اصحابي اللي احنا عارفينه. بالظبط. لكن احنا حاولنا ان احنا نناقش الالاف بمنظور مختلف وبمنظور غير معتاد عليه، وكده بتقدموا لنا كمان يعني ان اللي حاسس بوحده في حياته فممكن يتجه لاي حاجه، يربي حيوان عنده فيبقى هو اليفه، او يمارس هوايه. بالظبط، هو كان بقى مش مقتصر الكتاب، عزف موسيقى، ممكن يكون في حياتي الاف اصلا وانا مش واخد بالي ان ده حاجه لازم تكون معايا دايما. ممكن اكون مش واخد بالي ان هو ده الاف فعلا، انا الحاجه دي حباها بس مش واخد بالي ان هي. فالفيلم اصلا نفسه خلى كل واحد فينا يفكر هو ايه الافك اصلا، يدور كلنا فعلا قعدنا ندور يلاقي الونس فين. يعني انا بعد بالفيلم ده انا هربي كلب. هربي كلب. طب قولي لي بقى، يعني طبعا انت كنت مسؤوله عن الاعداد. اعداد ومعالجه ومونتاج. تمام. كان في مشكله لما تواصلتوا مع استاذ سيد الفقي، رضي عطوني يصور معاكم ويسجل معاكم على طول؟ في الاول احنا كنا فاكرين بصراحه ان هو الموضوع مش هيبقى بالسهوله دي، لكن استاذ سيد شخص محترم جدا، شخص متعاون قوي، حبنا جدا واحنا حبيناه. يعني مش شخص ان هو مثلا كبير مثلا فمش عارف مثلا ان هو يتعامل، لا ده هو حبنا قوي ويا حبيبتي مش عارفه ايه. فهو بجد شخص لطيف جدا واحنا اتعلمنا منه كتير. كان دايما بيقول لنا كلام زي دكتور ابراهيم الفقي بالظبط. انا كنت حاسه فعلا ان دكتور ابراهيم قدامي، كنت بتعلم منه، ودايما كان بينصحنا في حاجات مثلا في حياتنا مش في نطاق الفيلم بس. فهو كان شخص لذيذ جدا ورحب بالفكره قوي 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 اول ما قلنا له عليها. هنا كنت مسؤوله بقى عن الاخراج صح كده؟ بالظبط. عملتوا ايه؟ يعني رحتوا عينتوا مثلا اماكن، وخصوصا انتوا صورتوا في كذا مكان، يعني الاستبيات اللي انتوا اخدتوها. طبعا الجزء التكنيكال احنا في البدايه خالص بنشوف المعالجه، احنا بنعمل معالجه. فالمعالجه دي بيبقى متضمنها ستوري بورد، بكتب السكريبت بالظبط اللي انا همشي على اساسه، ايه المعدات او الادوات اللي انا هستخدمها في اللوكيشن. فنبدا ان احنا ندرس اثناء المعاينه والقيام مثلا بالاعداد مع المصدر. ببدا ان انا ادرس اللوكيشن، اشوف الاضاءه، الصوت، اعرف ان انا اعمل عزل صوت كويس عشان اثناء التسجيل يكون صحيح. الصوت ما يكونش فيه نويز. كل العوامل دي كنا بنحطها في الاعتبار. فبجانب ده احنا كنا بنشوف الاضاءه مثلا. احنا كان الاضاءه عندنا في الفيلم هي الريد كاست، اللي هي عايزين اللون اللي هو الاصفر او الاورنج، لان طبعا لسيكولوجيه الالوان اللون ده بيوحي بالراحه والدفء والاحتواء. صحيح. وهو ده يعني الهدف اللي احنا كنا عاوزين، او خلينا نقول المشاعر والاحساس، لان هو كمان فيلم انساني شويه وعاطفي اللي احنا كنا عايزين نوصله. يعني بالظبط. هو اصلا يعني فكره فلسفيه، لا يعني ما بنقراش في الفلسفه. يعني هي فكره برضو فلسفيه ان الواحد يلاقي الونيس بتاعه في اي حاجه في الحياه، مش شرط في وجود اشخاص بعينهم خالص. وده بقى الفكره الجميله اللي احنا ممكن نشتغل عليها كلنا. اي حد حاسس بوحده، حاسس ان مفيش حد حواليه. هي برضو هي مش حاجه ان الواحد يبدا ان هو يدور عليها، هي حاجه يعني بتحصل في حياه البني ادم، بس هو يفتش عنها. يعني بالضبط. هو في حياته اكيد هيلاقيها بس يفتش عنها. بالظبط. اصعب حاجه بقى قولوا لي كده في المراحل اللي انتم مريتوا بيها كانت ايه؟
لا الفيلم ده بصراحة هو ده الفيلم الوحيد اللي قابلنا فيه صعوبات كتير جدا جدا جدا. من أول أصلا الفكرة إن احنا نجيب حاجة معنوية، حاجة الإنسان بيحس بيها ونوضحها ونعملها في فيلم، فدي كانت أصعب حاجة أصلا. أنت المفروض الفكرة نفسها بالظبط، الفكرة نفسها كانت صعبة. دي حاجة مش ملموسة، مش مكان أنا رايحة أصوره، صحيح. مش شخص أنا رايحة مثلا أصور معاه، لا دي حاجة مشاعر. فإزاي أنت توصل الإحساس ده أصلا للناس؟ دي صعوبة أصلا الفكرة. بلس كمان حاجات كتير قابلتنا في المعالجة، في المونتاج ده كان يعني مرحلة ليه صعبة اخدتوا قوي. طبعا يعني شطات كتيره لحاجات كتيره، وعايزين بقى من خلال المونتاج تبينوا لنا اللي انتوا عايزين توصلوا. بالظبط. فالمونتاج اصلا هو حصل معانا كذا حاجه، يعني مثلا لاب يبوظ، الفيلم حاسه ان مش عارفه ان انا طب انا هرندر الفيلم ازاي، وكان مثلا فاضل على التسليم ساعه، فانا كان الفيلم شغل 9 شهور كان بيروح قدام عيني، فكان ضغط نفسي وما كناش بننام. فلا الفيلم نفسه بجد كان متعب قوي. النتيجه حلوه، النتيجه روعه. الكليه بقى كانت نتيجتها ايه؟ اخدتوا ايه؟ هو الحمد لله طبعا امتياز، يعني الحمد لله. كان في اي كومنتات عليها؟ كان طبعا دكتور لا اي حاجه قالوا لكم كان ممكن تعملوا حاجه زياده كده او ولا كله كان هي بس في يعني حاجات بسيطه مثلا ليها علاقه بكلمات مثلا من المصادر او كده، بس دي حاجه احنا ما بنتحكمش فيها. احنا ده فيلم وثائقي فهو بيرصد الواقع. بس دكتور اشرف جلال، الاستاذ الدكتور اشرف جلال رئيس قسم الاذاعه والتلفزيون، الحمد لله يعني قال لنا يعني جمله جميله جدا. قال لنا الفيلم يعني متضفر ومغزول. جميل. فكانت بصراحه جمله يعني نستنا كل تعب يعني الشهور. احنا قعدنا 9 شهور بنعمل الفيلم من اعداد لمعالجه معاينه مونتاج وتصوير كل حاجه. فالحمد لله يعني بالتوفيق دايما. كان نفسي اكمل معاكم اكتر لكن النهارده الدنيا كده مش متظبطه، فهنخلص بقى بس تكونوا معايا بقى ان شاء الله مره ثانيه. بشكر طبعا ضيوفي النهارده ايه سمير، شكرا ليكي يا ايه. شكرا لحضرتك. ونهى ايمن شكرا ليكي. بالتوفيق دايما. قد ايه فعلا ان احنا ممكن نلاقي الألفة في حاجات احنا بنعيشها لكن احنا ندور عليها، اكيد هنلاقيها. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.